اثار من صنع يدينا. قلتها لك ديجا، كاين الاثار تاع الرومان، تاع الفينيقيين هذو، تاع الفرنسيس. رانا عايشين حتى شوف المدن اللي خلات فرنسا والمدن اللي بناتها الجزائر المستقله. كاش ما عندنا بنينا مدينه تستاهل هذا الاسم، قاعدين في اللوجمون سوسيال يديروه مع لوطوروت يديروه في الاخر. يعني الجهل اللي يسكن عقل النخبه تاعنا الحاكمه هو اللي نصيبوه في المرافق، في الاسلوب البنيان. حنا شعب بدون دستور، ما عندناش كواغت في التاريخ، هايمين. نو سوم دي كلونديستان دو ليستوار، نو سوم دي ريسكيور دو ليستوار. زاد بلا كواغت كما الهجره الغير الشرعيه. حنا عباره على هجره غير شرعيه في التاريخ. هل لدينا مشروع مجتمع؟ لا. انا نشوف بلي كاين جمهور يفكر بنفس الطريقه، يحلم بنفس المستقبل، ان تكون جزائر كبيره، جزائر عظيمه. انا انتظر، ماشي لي شخصي انا، وربما ما نشوفهاش انا اتحدث، اتوجه للشباب الجزائري، للناس هذوما، هذه الجمهوريه الفكريه اللي تتاسس. علاش الجزائر ما توصلش؟ هذه الجزائر من يمنعها من الوصول الى الحضاره، الى التقدم، الى العظمه؟ هذا الجيل الجاهل اللي يحكم الجزائر وحاب نرافقوه للمقبره. ونقول لك ما يحبوش، ما يامنوش با بمجتمع ككل، يامنوا بفئه لازم تتغلب على فئه اخرى. قال لك يا ودي راه الناس اللي يحكموا فينا ام على بالهم، قال لك واعيين، ام عارفين وين يديونا. راه مدينا للخير، راه مدينا لجهنم، داينا للجهل، دايناها يعني الفشل. راهم يديو فينا الى اعاده الاستعمار بشكل اخر. التيار هذا اللي اسمه روح النوفمبري اللي افشل الجزائر، هلكه كبيره، وراهو حابس علينا اليوم. هو لو غارديان دو بريزون، حطنا في لازيل دو فو، قال سكتوا راكو لاباس. كي نخرجوا من السجن، نحن في السجن. الجزائر الشعب الجزائري مسجون تاريخيا، حكموا فيه جهلاء منذ العشرينيات، وحنا اللي دبروا علينا بالعصا. كما قال لك بن باديس الله يرحمه، يقول لك شعب يجمعه البندير ويفرقه العصا.